هل تتخيل أن ارتفاع أسعار الزبدة يشعل أزمة سياسية في بولندا؟ ففي خطوة غير مألوفة أعلنت بولندا مزادا لبيع 1000 طن من احتياطي الزبدة في محاولة للحد من ارتفاع الأسعار، وذلك وسط أزمة سياسية تلوح بالأفق مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في مايو 2025. وستباع الزبدة المجمدة في كتل وزنها 25 كيلوغرام بسعر يبدأ من 28 زلوتي، ما يعادل $7 للكيلوغرام، حيث تهدف الحكومة بهذه الخطوة إلى تحقيق استقرار بأسعار الزبدة التي وصلت إلى $12 للكيلوغرام بالمتاجر الكبرى، ما أثار جدلا سياسيا، حيث سخر المرشح الرئاسي رافاو تشاسكوفسكي من تصريحات محافظ البنك المركزي آدم جلابينسكي حول نجاح الاقتصاد، متهما إياه بسوء إدارة التضخم. فتحولت القضية إلى محور في الحملات الانتخابية مع اتهامات متبادلة بين الأحزاب. أما بالنسبة لسبب هذه الأزمة فهو أن أوروبا تشهد نقصا بإنتاج الحليب بسبب انخفاض أعداد الأبقار وانتشار الأمراض، ما أدى إلى ارتفاع عالمي لأسعار منتجات الألبان، وزادت أسعار الزبدة في الاتحاد الأوروبي بنسبة 40% في 2024.